كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير يا رب. حابه اليوم اتشكر كل المتابعين اللي دخلوا جديد لقناتي وبرحب فيهم وبتشكر دعمهم لإلي. واذا عم تتابعونا لاول مره بتمنى انكم تشتركوا بالقناه وتفعلوا جرس الاشعارات حتى يوصلكم كل جديد. اليوم حابه اشارك معكم تجهيزاتي لعيد الام. نازله اشتري شويه اغراض من المول، بدي اعمل حفله لعيد الام، فحابه اشارك هاي الفرحه معكم، فخليكم متابعين معنا. أنا بضيفه للكبة لبن، بضيفه للشاكرية، هذا اسمه. هلا انا اشتريت الاغراض اللي بدي اياها ورايحه على الشتات. هلا انا اشتريت كم غرض من المول، طلعت كمل بقيه اغراضي من سوق الخضره. على فكره كانت الدنيا مشمسه، فجاه غيمت وشوي تاني رح تشتي. احنا هون بنشوف الفصول الاربعه بساعه واحده، عن جد. الجو بارد كمان عنا اليوم، يا محلى اجواء الشام، عن جد ما في احلى منا. الله هيك يا رب يرجعنا لبلادنا. على فكرة كتير حلو بناءهم هون، كتير حلو، بناء قديم بس حديث بنفس الوقت. هلا انا هون وصلت للسوق. هون سوق خضرة بيفتح بالشتات عنا، بيبقى عندهم الخضرة كتير ظريفة يعني. بدي اخذ سبانخ، بدي اخذ صوب سلطة. كمان هون عندهم بيشتروا بالحباية، على فكرة حلو هذا الشيء انكم تشتروا بالحبة. ما ألزم هدول البندورات شو صغار، خرج تزيين. أنا حابة أشارك معكم الأجواء من أولها. أخذ ملفوف، هاي جزء من التحضيرات اللي أنا حضرتها. لفيت ورق عنب وحبيت شكل معه كم قطعة باذنجان. أنا قبل المرة نزلت فيديو عن اليالنجي، رح أترك لكم رابط الفيديو بصندوق الوصف أسفل الفيديو إذا بتحبوا تشوفوه. وفي البعض منكم كتب لي بالتعليقات إنه شو نوع الورق اللي بستخدمه. أنا بنصحكم بهاي النوعية، الكيس المضغوط اللي لونه أصفر. يعني أنا جربت كتير نوعيات بس حسيت هاي النوعية أحسن شي، بيعطي لون حلو، يعني لون الورق حلو غير الأطرميز، عطى سواد شوي. بقى هاي النوعية. وبالنسبة كمان للتحضيرات أنا حضرت كمان صلصة البيتزا وصلصة المحمرة، كمان هي كلها قبل بيوم مشان تاني يوم يكون في راحة بالموضوع.
كمان في البعض سألوني شو الجبنة اللي بتستخدميها. أنا بستخدم هاي الجبنة، كمان موجودة عند التركي أو بمحلات العربي. هاي صورتها، حبيت فيدكن يعني. ورح نكمل بقية التحضيرات ونشاركها معكم أول بأول، تابعوا معنا. نحن لفينا ورق العنب هون ورح حطه بالبراد. ما بصله شيء إذا نحط بالبراد، لأني رح سويه تاني يوم عادي، ما بده فريزة أو شيء. ورح نساوي سمبوسك. أنا سويت سمبوسك بالسبانخ والجبنة، ورح ساوي سمبوسك بالجبنة والبقدونس. رح ساوي وحدة معكم. هلأ كمان السمبوسك من التحضيرات اللي بتتسوى قبل بيوم. فيكم تحطوها بطبقة البراد من فوق، ما بصل لشي. وإذا بدكم إياها لبعدين فيكم تغلفوها وتحطوها بالفريزة. أنا هون حاطة طحين ومي مشان ما يلزق معنا. تحطوه على هذا الوش حتى ما يلزقوا ببعض. بالنسبة لنوعية السمبوسك، أنا بحب أنصحكم بهاي النوعية. هاي النوعية أنا جربتها كتير ظريفة، ما بتكسر على اللف. هاي شكلها، فبنصحكم فيها. وهذا كمان جزء من التحضيرات. أنا هون سويت كيك سادة، يعني كيك اسفنجي عادي. وهون عم سوي تشيز كيك ألماني، أنا أخذته من صديقتي الألمانية وجربته وكتير عجبني. حطيت 3 معالق زبدة و250 جرام سكر و5 بيضات. ورح استخدم كوارك اللي هي ما بعرف شو اسمها بالعربي، بظن انه لبن حامض او شي، وليمونة مبروشة مع عصيرة. ورح استخدم البودنج، كمان هو نفسه الكاستر اللي بنستخدمه نحن بالدول العربية. ورح استخدم 4-5 معالق سميد ناعم. ورح يكون معنا بيكنج باودر وفانيليا. وبقية التحضيرات بنشوفها بس تخلص ان شاء الله. هي كفكرة يعني حبيت اعطيكم انه تغيير روتين، وكفكرة اذا عندكم عيد ميلاد ان كان كبار وكان صغار. عندنا هون مثلا مي، عصير، شيبسات، ورد. ابني جاب لي ورد احتفل فيني اليوم، موالح، فواكه. انتو فيكم تختاروا الفواكه اللي بتحبوها. وطبعا الاطباق الرئيسية اللي سويتها، سويت هون تشيز كيك على الطريقة الألمانية بالفرن. ان شاء الله اذا عجبتكم الوصفة رح سويها بفيديو منفصل. رح ورجيكم كيف قلبه من جوا. هيك بيطلع شكله كتير طيب، كتير كتير. سويت كمان بيتزا، عاملة كمان سمبوسك بالجبنة وسمبوسك بالسبانخ. وطبيعي انه كمان باعياد الميلاد او العزائم طبق التبولة لازم يكون متواجد، طبق رئيسي يعني. وسويت هون جيبة التاجر او تم السمكة، انا رح شارك لكم اياها بفيديو ان شاء الله بينزل قريبا. وهون اليالنجي كمان حشيت باذنجان معه. عندي هون كيك بارد، استبدلت التراميسو ببسكوت وكريمة، يعني بدل التراميسو حطيت بسكوت، زينته بهي الطريقة. عندي هون كيك اسفنجي كمان، هذا اللي على وشه فواكه مجففة بالبردقان. فيكن انتو تحطوا شوكولا بس انا حبيت هيك خفيف. وهي السمبوسك كمان، هذا كيك بارد مكتوب اسمي عليه. وهي محمرة بالاشقوان. وهذا كب كيك انا زاد عندي من الخلطة، قمت سويتهم هيك. اذا في اولاد صغار الزراف بيحبوا هيك شي كفكرة يعني. وبرجع بعيد عليكم من جديد وبقلكم كل عام وانتم بألف خير، وان شاء الله ينعاد علينا وعليكم بالصحة والبركة والعافية، ويعم بالسلام على كل البلدان يا رب. وتجتمعوا بأهاليكم وأمهاتكم وين ما كانوا، وأنا اجتمع بأمي قريبا يا رب. وبحب عايد عليها وبقول لها الله يجمعني فيكي عن قريب. أنا كنت مترددة إني ساوي هاي الحفلة، بس اللي شجعني إنه صار عندي مشتركين جداد وحبيت شارك هاي الفرحة معهم.
وبحب اتشكرهم على دعمهم لإلي. كل من حط لي لايك او تعليق حلو، الصراحة تعليقاتكم بتجنن، وكتير حتى في تعليقات الصراحة بكتني. هذا الشي بيخلينا نستمر. بحب اتشكركم من وين ما كنتوا عم بتتابعونا، واذا عم تتابعونا لاول مرة انكم تشتركوا بالقناة وتفعلوا جرس الاشعارات حتى يوصلكم كل جديد. وان شاء الله رح نقدم لكم فيديوهات حلوة ان شاء الله. بنوعدكم كل اسبوع ان شاء الله ننزلكم فيديو حلو مميز. وبحب عايد عليكم مرة تانية، وان شاء الله كل عام وانتم بألف خير. خلصت حفلتنا وكانوا الاكلات كتير طيبين، واجا الوقت لنفتح الهدايا اللي اجتني من عيلتي. حلو هذا الشعور انه الواحد يجي هدايا ويفتحها، فحبيت شاركها معكم. هاي الساعة اجتني من بنتي بعيد ميلادي. عيد ميلادي كان من فترة قريبة، بس حبيت ورجيكم اياها. كتير حلوة. برفان. هي كتير انينتها حلوة، انا حبيت شكلها اكتر من ريحتها. انا كتير بحب عطر كوكو شانيل، هو المفضل عندي، وغوتشي، هدول احلى عطرين انا بحبهم. الغوتشي رائعة. هاي بيجاما ناعمة، أنا بحب هيك ألوان ناعومة. هاي سكربيني، جايتني مناسبة قريبة، عمت بنتي جابت لي إياها. هي رسمية بس ناعومة، أنا كتير بحب هذا الموديل. وعلى فكرة بدي أقولكم شغلة، إنه هذا المحل بألمانيا كتير عنده ستايلات حلوة للمحجبات وللسبورات يعني، وفي عنده ألبسة شرعية، أنا دائما بلاقي عنده طلبي يعني. بنطلون قماش، انا ابني الكبير اعطاني مصاري، قال لي ماما انتي شو ما بدك اختاري، لانه هو ما بيعرف شو بدي البس بالضبط. هذا جاكيت طويل مو واضح كتير، بس هو طويل يعني لتحت الركبة. تمام، بدي لبق له كنزة بس ما لقيت طلبي. هو كتير حلو، بورجيكم اياه من ورا، هيك له زنار، فهو طويل ولتحت الركبة. انه هذا المحل دائما هيك بيجيب ألبسة طويلة. وهيك خلصوا الهدايا. انتوا اكتبوا لنا بالكومنتات شو اكتر هدية عجبتكم، واذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تعملوا لايك للفيديو وشير لرفقاتكم، وان شاء الله بنشوفكم بالفيديو الجاي.